قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. شعب الجزائر عنده حقد على عمر؟ ما عنده. أما الآن بوادر دا يصير. حكومة الجزائر الآن بالأخير أنا أخوة أرسلوا لي خبر في إحدى الجرائد الجزائرية تقريبا شنو إذا واحد يطلع من الخبر عنوان الخبر أنه أجهزة الأمن ترصد ظاهرة التشيع في الجزائر وتتوعد بملاحقة الشيعة وأننا نعرفهم ونحن نتابعهم حتى على وسائل التواصل وما أدري كذا. والله لا يعطوننا حرية في الجزائر، لا يلاحقون الشيعة ومن يختار التشيع. الجزائر كم سنة تتحول شيعية بالكامل. تتصورون أنه لما دخل الرفض والتشيع إلى الري حتى تحولت إلى ما هي عليه اليوم، التشيع اكتسح. هذا كان بلا تضحيات، مجازر ارتكبت. هذا نزل الري بدأ يحدث فلان تشيع فلان تشيع، لما يصير ظاهرة مثل ما الآن. شوف الآن ماذا تفعل الحكومات الأعرابية. حكومة السودان، حكومة الجزائر الآن بالأخير مثلا أنا الأخوة أرسلوا لي خبر في إحدى الجرائد الجزائرية تقريبا شنو إذا واحد يطلع لنا الخبر عنوان الخبر أنه أجهزة الأمن ترصد ظاهرة التشيع في الجزائر وتتوعد بملاحقة الشيعة وأننا نعرفهم ونحن نتابعهم حتى على وسائل التواصل وما أدري كذا، وراح نلاحقهم وراح نجرمهم بالقانون وما أدري إيش صاير. ليش؟ شوف مصدر أمني يؤكد للصوت الآخر أن متشيعي الفيسبوك تحت المجهر. أول مرة أسمع الاصطلاح أنا تشيعي شنو؟ متشيعي الفيسبوك، يعني أكو نازل شيء عن طريق عليكم السلام ورحمة الله، نازل شيء عن طريق الفيسبوك يقول لك تحت المجهر مخلينه زين. شلون؟ بعدين العنوان العريض: أكثر من 100 شيعي بالعاصمة والأمن يتتبع كل تحركاتهم. لا والله يعني شو يقولون، عفارم عليكم. لا زين. أفادت مصادر أمنية جد مطلعة للصوت الآخر أنها بالمرصاد لكل تحركات المتشيعين عبر مختلف أرجاء الوطن، حيث أن أعينها أجهزة الأمن الساهرة على أمن الوطن والمواطن أعينها تتبع تحركاتهم كأفراد وجماعات أيضا، إلى آخر الكلام الهراء اللي مكتوب. ليش هذا القلق يعني تتبع وكذا؟ لأنه صار ظاهرة يخشون منها. والله إذا يعطوننا حرية في الجزائر لا يلاحقون الشيعة ومن يختار التشيع. الجزائر كم سنة تتحول شيعية بالكامل. يعطوننا حرية في المغرب نفس الشيء يصير، يعطوننا حرية في مصر نفس الشيء، في تونس نفس الشيء، في أي بلد. احنا لا نريد سوى الحرية وهم أعداء الحرية. هذه دولة عبيد الله الخبيث الذي تلقب بالمهدي، دولة بني عبيد، الدولة المجوسية اليهودية. وقد يعجب البعض يقول: كيف تكون يهودية مجوسية واليهود غير المجوس؟ نعم، إن شاء الله سوف أوضح لكم هذا الأمر. إذن أيها الأخوة، في أخريات القرن الثالث الهجري تم القضاء على كل هذه الدول
4 دول: الأغالبة والرستمية، دولة بني مدرار أو بني واسول، ودولة الأدارسة. ما هي هذه القوة التي أسقطت هذه الدول وسيطرت على المغرب الإسلامي في القرن الهجري الثالث أو بداية من القرن الهجري الثالث؟ في أخرياته، نقول في أخريات القرن الهجري الثالث سيطرت هذه الدولة. ما هي هذه القوة؟ إذن نقول تمكن أبو عبد الله الشيعي الصنعاني الداعي، فهذا أبو عبد الله الشيعي تمكن من القضاء على هذه الدول. انتشر دعاتهم، انطلقوا بداية من الكوفة، جذورهم من فارس. الذي ابتدع هذه البدعة الشنيعة هو ميمون بن ديصان. ميمون بن ديصان هو من سبي الأهواز، مجوسي، وهو من موالي جعفر الصادق، وبقى عن جعفر الصادق فترة طويلة، ويلقب بالقداح. قالوا القداح لأنه يصنع الأقداح من الفخار، أو لأنه يقدح العيون أي يعالجها يشرطها. هذا الرجل ضال مضل مجرم مبتدع ملحد، كل ما تقولون عنه صحيح. يدعو لألوهية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وهو صاحب فرقة الميمونية الملحدة. ولما هلك هذا النجس أتى بعده ابن عبد الله، وهو من أدهى وأخطر وأخبث الدعاة السريين الذين ظهروا في تاريخ البشرية. رجل في غاية الذكاء والدهاء، لا يختارون إلا من يمتاز بهذه الصفات. أما الحمقى من أتباعهم يتركونهم للأمور التافهة العادية، ويتركونهم أدوات لتنفيذ المخططات. فعبد الله هذا له مذهب يتدرج بالداخل في هذا المذهب ب8 درجات. أول هذه الدرجات يتباكى على ما حدث لآل البيت والحسين رضوان الله عليه في كربلاء، يعني يبتدئ يثير عواطفهم بهذه المسألة بداية، ويتباكى عليهم وأنهم أصحاب حق، ثم يتطور الأمر إلى أن يصل به إلى الدرجة الثامنة. ما هي الدرجة الثامنة؟ الدرجة الثامنة تصل بمعتنقها بصاحبها إلى إنكاره لكل الشرائع والديانات بما في ذلك الدين الإسلامي الحديث. إذا مذهب وعقيدة إباحية إلحادية كاملة، اشتهر دعاتهم بالإباحية والضلال والفساد والإجرام والكذب وكل ما هو سيء. وكما قلنا تمكنوا من السيطرة على اليمن وإلى البحرين وإلى اليمامة. إذن أرسل الدعاة أين؟ ابتدأ بأقرب منطقة لليمن، عمان والبحرين واليمامة ومصر والمغرب، أرسلهم لنشر مبادئ هذه الدعوة العفنة. تلقفتها الكثير من الجماعات الضالة، لا شك الضال يعني أن الطيور على أشكالها تقع. ماذا يفعلون الآن؟ إنهم يدعون لرجل ينتسب لإسماعيل بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين رضوان الله عليه ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وجد هذا الرجل الذين يدعون له جده لأمه هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال سعيد اليهودي هذا المجرم، الآن يهودي معروف، ماذا يصنع؟ قال أنا عبيد الله ابن الحسن ابن محمد ابن إسماعيل ابن جعفر الصادق، وأنا فاطمي، جدتي فاطمة، لذلك سموا بالفاطميين زورا وبهتانا، إنما هم العبيديين أيها الأخوة نسبة إلى هذا اليهودي الخبيث. وتلقب بالمهدي. لأهمية الموضوع أيضا سوف أقرأ عليكم فقرة أخذتها من كتاب تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة في المشرق للمؤرخ المصري العلامة محمد عبد الله عنان. فيقول ظهر عبد الله ابن ميمون القداح، وهو ابن فقيه ملحد من جنوب فارس، وهو ميمون بن ديصان. يعني ظهر عبد الله بن ميمون القداح، يقول وهو ميمون بن ديصان، وكان ميمون إماما لجماعة من الملاحدة يزيفون الأحاديث النبوية الشريفة، انتبهوا الآن لكل كلمة، وينشرون في العامة مبادئ الإنكار والهدم والإباحة،
ويظهرون في الوقت نفسه تشيعا لآل البيت. وهي هذه حجة التشيع لآل البيت حجبا لحقيقة مقاصدهم. وتعلم دعاتهم الشعوذة والكيمياء وتفرقوا في الأنحاء يدعون كل طائفة بما يناسب ميولها وعقليتها، ويظهرون للعامة في ثوب الورع والزهد. ونشأ ابنه عبد الله منذ حداثته في جو المبادئ الحرة والتعاليم الفلسفية والمادية، وتفقه في جميع الأديان، وكان شديد الإلحاد والإنكار، غير أنه ادعى اعتناق مبادئ الشيعة، فذاعت دعوته في جنوب فارس في عام 60 و200 للهجرة. ولم يلبث، الكلام هذا كله لمحمد عبد الله عنان، يلبث أن قبض على ناصية الحركة الشيعية، وقد كانت غايته الحقيقية بث التعاليم المادية، فنشط إلى إدماجها في مذهب خاص، ونظم طائفة الباطنية في جمعية سرية هائلة ذات مراتب 7. يواصل أيضا الأستاذ عنان محمد عبد الله عنان في كتابه هذا الرائع فيقول: ولم يبحث عبد الله بن ميمون عن أتباعه الحقيقيين بين الشيعة المخلصين، ولكن بين الثنوية. طبعا هنا يشرح في الهامش يقول: الثنوية أصحاب مذهب فلسفي ديني يقول بأن كل كائن مركب من عنصرين هما الخير والشر أو النور والظلام. فيقول: ولم يبحث عبد الله بن ميمون عن أتباعه الحقيقيين بين الشيعة المخلصين، ولكن بين الثنوية والوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية، ولم يكن يعتمد إلا على الطائفة الأخيرة أصحاب الفلسفة اليونانية. إذن وانتهى، طبعا نقلنا هذه الفقرة، انتهى كلام هنا يعني الأستاذ محمد عبد الله عنان. طبعا هو لكي نبدأ الآن الكلام عن سيرته في المغرب، نقول أنه بعد أن أخرج من الحجز بسجل ماسة لما أخرجه كما تذكرون أبو عبد الله الشيعي، بقى في سجل ماسة مدة 40 يوما، ارتكب بها الكثير من الفضائح، ثم توجهوا بعد ذلك إلى القيروان، فوصلوا أول ما وصلوا إلى رقادة هذه قريبة جدا تعتبر من ضواحي القيروان. خرج الجميع لاستقباله، رحبوا به، الناس مع القوي يخافون، سألوه أن يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم، فأمنهم على أنفسهم فقط ولم يذكر أموالهم، فأعادوا عليه السؤال ليؤمنهم على الأموال، فلم يرد عليهم أبدا، إنما نظر لهم نظرة عرفوا أن هذا يعني رجل سفاك مدمر، فلم يعني يعودوا يسألوه مرة. الطاغية الدعي هذا عبيد الله المهدي بايعوه البيعة العامة، وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين، وأخذ يسب أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، ويسب أمهات المؤمنين زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا استثنى الصحابة الخمسة بزعم الشيعة، يقولون الصحابة 5 فقط: علي رضوان الله عليه، وعمار بن ياسر رضوان الله عليه، والمقداد بن الأسود، وسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري رضوان الله عليهم. قال بس هؤلاء 5 هم الصحابة. وزعم هذا الخبيث المجرم أن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاته. أيضا أمر بأن يخلعوا من المساجد والقصور، تقلع كل الحجارة التي كانت تحمل أسماء الذين بنوا القصور والمساجد، ويكتب بدلا منها اسمه. الإمام الذهبي، هنا أريد أن أقرأ عليكم فقرة أيضا يعني أخذتها عن الإمام الذهبي، يقول في السير، يقول: إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه 4,000 عالم وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا الموت. نعم. أيضا المهدي هذا أخذ يمارس سياسة إرهابية دموية، أجبروا الناس على اتباع مذهبهم الإلحادي هذا، وأحسنوا إلى الذين دخلوا في المذهب وهم قلة، وقاموا بتقتيل من لم يستجب لهم.
وأنا سوف أذكر عليكم، نحن نقترب من نهاية هذه الحلقة، فسوف أذكر عليكم بعض الأمثلة. أقول بعض الأمثلة على هذا الإرهاب الذي لم يسطر له التاريخ مثيل، تاريخ البشرية. من هذه الأمثلة مثلا قاموا بقتل مؤذن مسجد بن عياش، وذلك بعد أن جلدوه بالسياط، ثم بعد ذلك قاموا بقطع لسانه. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لم يقل في الأذان حي على خير العمل. يا سلام. كما أمر العبيدي الملحد هذا الداعي الخبيث بقتل الحسن ابن المفرج ومحمد الشذني، محمد الشذني والحسن بن المفرج. لماذا؟ لتفضيلهما أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. انظر عاد الإرهاب، ماكو هني خلاف فكري ووجهات نظر والكلام، ذبح وتمثيل. وأيضا هؤلاء المجرمين ضربوا الفقيه المالكي محمد بن عباس، ضربوه في الجامع بالسياط وهو عريان، ثم قاموا بصفعه على قفاه حتى سال الدم من رأسه، وطوفوا به في الأسواق. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه أفتى بمذهب الإمام مالك، فقيه مالكي أفتى بمذهب الإمام مالك، هذا كان العقاب. وأيضا قاموا بضرب وحبس فقهاء المغرب والكثير من رجالها الأفاضل. ونذكر أنهم مثلا ضربوا أكبر شخصية في ذلك الوقت، ضربوا إمام الفقهاء في المغرب فقيه مالكي، وهو أبو جعفر أحمد بن نصر، وهو فقيه المالكية في المغرب. قاموا بضربه، وذلك لأنه أيضا أفتى بمذهب الإمام مالك، ووضعوا الأغلال في عنقه ورجليه. انظر إلى من يخالفهم كيف يعني يصنع به. وفي مرة دخل أحد أعوان العبيدي الداعي، كان قد أرسله وجماعة في مهمة، نقول دخلوا هؤلاء الخبثاء بخيلهم إلى أحد المساجد، فقال له قيم المسجد، كيف تدخلون خيولكم المسجد؟ فقال لهم هذا الملحد النجس ومن معه أن أرواثها وأبوالها طاهرة لأنها خيل المهدي. فقال لهم القيم أن الذي يخرج من المهدي نجس، فكيف الذي يخرج من خيله؟ فقاموا بالقبض عليه وأخذوه للداعي، فأخرجه يوم الجمعة وقتله لكي يكون عبرة لغيره. يقول ابن عذاري فكان ينزل في العساكر على بلد، هو يقصد هنا العبيدي الداعي، فيستصفي أموال هذا البلد، ويهدم حصونه وقلاعه، ويسبي نساءه وذريته، ويأخذ ما فيه من الأسلحة والأمتعة، ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء وأصحاب الحديث. لماذا يفعل ذلك أيها الأخوة؟ حتى يضيع الإسلام. هذا بالضبط ما صنعه إسماعيل الصفوي في إيران عندما قام بتقتيل علماء أهل السنة، حتى يفقد الناس هناك المعين الذي يستقون منه علوم الشريعة الإسلامية. ثم يواصل ابن عذاري يقول ويتخذ جهالهم ويجعل لهم الأحوال والأموال، ويسلطهم على أهل الفضل، ويضع المكوس والضرائب، ويتوصل إلى إزالة النعم والضيق على المسلمين بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه.